وزير الأوقاف ردًا على شكايات الحجاج. قال وزير الأوقاف أحمد التوفيق أن تجنب الجدال مسألة ضرورية من أجل قبول الحج. في رده على استفسارات أعضاء مجلس المستشارين الذين نقلوا له بعض شكايات الحجاج بخصوص مناسك الحج، المستشارون تناولوا مجموعة من القضايا كالتكاليف المالية للحج وكذا ظروف إقامة الحجاج والقرعة وغيرها من القضايا المرتبطة بها. الوزير شدد بأن مسألة الحج مسألة ربانية، مؤكدا عدم تلقيهم أي اتهامات من الحجاج عن إفساد حجهم، معتبر إن مسألة قبول حج المواطنين تبقى في يد الله ولا أحد يمكنهم الجزم فيها. التوفيق أكد أن هناك أشياء أساسية يجب احترامها، مستشهدا بآية قرآنية من سورة البقرة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معتبر بأن الجدال يجب أن يكون على رأس قائمة الممنوعات، داعيا إلى السكوت وأداء المناسك بهدوء وسكينة لغاية العودة. إذا بغيت مولانا يقبل حجكم.